have a break. Summertime, summer day, have a party near Noma Bay. Chilly breeze to celebrate, that's why Egypt makes my day. Shum, 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 shake. Shum, 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 shake. Shum, 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 shake. Shum, 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 shake. Shum, shum, I will go to Sharm el Sheikh. زي ما شرم الشيخ بهرتنا بجمالها وسحرها، كمان في مواهب في شرم الشيخ بهرونا، ولازم اوريكم الجمال اللي هم عاملينه. خالد اللي عايش في قرية هو اللي عمل السجادة الحلوة دي، والمفاجأة ان انتوا هتشوفوها وش وظهر. الوش والظهر زي بعض، نفس الرسمة. فنان موهوب بجد. لقيت خالد ده فين؟ لقيته في قرية في كفر الشيخ، مدينة اسمها فوة. بس يعني هو في مدينة بعيدة شوية. هو اتعلم في أسرته، كان والده نساج بيشتغل الكليم العادي، والواد عنده الموهبة الفنية ما شاء الله عليه يعني. ووصل كان بيشوف صور ويحاول يقلدها، ووصل عرف يحترف ده بصناعة النسيج على النول زي ما كان متعلم من والده. والأجانب بيقدروا الحاجات دي؟ طبعا الاجانب والمصريين وكل الناس اللي بتحب الفن بتقدر الفن. مين بيجي لك اكتر، او مين بيشتري القطعه دي اكتر، المصري ولا الاجنبي؟ من ده على ده، من ده على ده. المصري يحب الحرير، سجاد الحرير، الحاجات. الاجانب اعتقد هم اللي يحبوا. في واحده تانية كده برضو توريهاني اللوحه التانية دي، برضو خالد اللي عاملها. شوفوا ياسر، وشوفوا موهبة تانية دي. دول المصريين. مصر ولادة يا جماعة، مصر فيها مواهب جميلة وفنانين جمال. طبعا اللوحة بديعة. عايز اعرف دلوقتي السياحة عندكم عاملة ايه والاقبال ايه؟ السياحة حاليا معلش شوية متأثرة شوية بأحداث اللي حاصلة في العالم، بتخويف الناس بانه في ارهاب في شمال سيناء وكده. وبعدين احنا جنوب سيناء بعيد عن شمال سيناء، بس اللي الدعايه بتقول سيناء، فهو ده اللي مأثرنا شويه احتمال، الله اعلم. يعني احنا عايزين نطمن الناس ونقول لهم يا جماعه هنا مفيش حاجه خالص، الدنيا حلوه بالظبط. ده حقيقي، الدنيا امان والناس بتمشي براحتها وكله مرتاح. واحنا انا بسيب محلي اهو ممكن يبقى مفتوح للصبح ومفيش مشكله خالص. الدنيا امان والناس مستقره وكله زي الفل، واحنا عندنا الامل انه الدنيا بخير. أكيد يعني إن شاء الله الأمل موجود. وعندكم محافظ بيحب البلد دي جدا وبيبذل مجهود كبير. نعم. وأعتقد هو الحكومة بصراحة مش مقصرة من حاجة، بس طبعا الإقبال الخارجي هو صعيدي كده. صعيدي أيوة، من الأقصر. دي حبيبتي الأقصر. طب وسبت الأقصر وجيت على شرم الشيخ ليه؟ حبيت شرم الشيخ، حبيت يعني كنت بحب ما زلت بحب بلدي طبعا. بس لقيت نفسي هنا شويه. الأقصر بلدنا بلد سواح. انا رايحه الأقصر الاسبوع الجاي، عندي مهرجان هناك. ما شاء الله تشرفي. اهلا وسهلا. هناخد السجاده بتاعتك هناك على اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انا شفت بره حيوانات كده متحنطه شكلها حلو جدا. ايه رايك تيجي تورياني عشان برضو الناس يشوفوا الجمال، الحاجات الحلوه دي؟ يلا. قصة الحيوانات دي وبتصطادوها منين؟ من هنا من الصحراء ولا جايبها من مصر ولا ايه؟ لا، هو يعني هنا في ناس في اللي هم البدو اللي عايشين في صحراء، في البدو عامة الحيوانات دي متوافرة معاهم وشبه أليفة معاهم. بس في ناس متخصصة حابة انها تصطادهم، وطبعا ده ما بيتاكلش. ففي وجدنا واحد في كان جه هنا زيارة في شرم من مصر القديمة، فانا بتكلم معاه لقيت عنده فكره ان هو ممكن في المدابغ هو يحنط. فبدا يحنطهم، عجبتنا الفكره ما شاء الله، هي لسه فكره جديده يعني. فلما اتحنطوا بقى شكلهم جميل وتحف. يعني انا كمان الفكره اساسا ان انا عندي جنينه في السكن بتاعي، فكنت والله حاططهم في كانوا عاملين منظر رائع. انت جايبهم ليك الاول وبعدين قلت تجرب؟ لقيت اقبال صغيره المعزه دي والخروف الصغير ده، وبعدين اتسأل لقيت الاقبال
بقى حلو، عامل لفته جميله. الاطفال اللي بيحبوهم ولا الكبار؟ الاطفال والكبار، والاطفال هنا طول اليوم بنفضل نصور ونهزر وكده، وحلوين وعاجبين الناس. يعني مادة جذب للمحل زي الدعاية. نعم. ما بيعملوش ريحة بعد شوية التحنيط ده؟ معمول دباغ حلو، معمول دباغ كويس، يعني فكرة جديدة ونجحت الحمد لله، وبقى لهم معايا دلوقتي 5 شهور اهو، وكويسين مفيش أي مشكلة خالص. والعباية اللي أنا لابساها دي بقى دي قديمة قصتها؟ دي قديمة دي كان زمان الستات البدو، يعني البنت بتعمل ده الفستان العرس بتاعها، فبتبتدي تشتغل وهي ومامتها من وهي صغيرة. بس جمال ده لأنه ده اللي انت حضرتك دلوقتي ده واحدة أصلا فنانة، يعني أبدعت فيه شوية. ده أنتيك. أنتيك المفروض إنه أنتيك، إنه حاليا الشغل ده كله يدوي، وكمان حتى نوع الخيط خيط حرير من الأيام الحلوة. اللي ربنا يرجع. ما يتعملش دلوقتي؟ لا ما اعتقدش ان دلوقتي غالي. دلوقتي في المحمول وفي التليفونات وفي الولاد بيروحوا مدارس وكده، ما حدش عنده وقت لكده. والاجانب بيشتروا بقى الحاجات دي اللي كنا انا لابساها؟ لما كانت موجوده وكانت بكثره كانوا بيشتروها. كانت بتعجبهم كل ما هو منتج يدوي مصري حلو وفيه لمسه فنيه. يعني تخيل مثلا اللي عملت ده اصلا ما راحتش مدارس فتعلمت، وبص مدى الاحتراف والصبر والشغل الحلو كده بقى، ومخليكي ما شاء الله جميله. الله يخليك، انا عجبني وقلت لازم نصور بالزي بتاعهم الجميل ده. انا بحييك وبشكرك، وبتمنى السياحه ترجع تاني والناس تجيلك وتزورك، وكل واحد ينزل شرم الشيخ يعدي هنا. احنا كلنا امل، لانه مصر بخير بقياداتها الحكيمه وبشعبها الطيب المضياف. وبعدين اهلا وسهلا بكل الناس في شرم الشيخ، هتلاقي كل الكرم والضيافه، ومرحب بيكم. عندنا بحر جميل. ما زلنا في نعمة باي، ما زلنا بنتجول في محراب شرم الشيخ، ما زلنا في كواليس مهرجان السينما الأوروبية والعربية والدورة الأولى في شرم. وتحيا مصر وتحيا شرم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بركة. تمام الحمد لله. طمني السياحة عاملة ايه؟ يعني بدأت تشتغل شوية. ماشية كويس؟ يعني قليل الحمد لله. انت من شرم ولا منين؟ المنصورة. المنصورة. توريل ولا منين؟ أنا من المنصورة. من أجا المنصورة. الله يغفر. وايه اللي جابك على هنا؟ أنا فنان تشكيلي زي ما أنت شايفة كده، والحمد لله تمام يعني. يعني بتيجي مواسم ولا عايش؟ لا أنا عايشين على طول. عايشين على طول. بترسم مصريين ولا أجانب؟ مصريين وأجانب، بيجي لي بورتريه مصري وبيجي لي بورتريه أجنبي. مين اللي بيترسم أكتر؟ مين اللي بيتحب يترسم؟ المصريين يحبوا البورتريه بصراحة، بس ما بيترسموش لأنهم بيلاقوا غالي شوية. أما الأجنبي أوكي تمام يعني. يعني عايز أعرف أنت بتحاسب المصري زي الأجنبي ولا؟ طبعا بيبقى في ديسكاونت للمصري، وبعد كده الأجنبي بيبقى عالي يعني شوية. طب ليه بتعاملوا الناس بسعرين؟ بيزعلوا السياح. المصري معروف يعني الحال الماديه دلوقتي تعبانه خالص، كان بينزل معاهم الديسكاونت. اما الاجنبي جاي يتفسح، الراجل جاي يصرف فلوس. انت بقلبوه بقى؟ لا والله لا مش تقليب والله ولا حاجه، هو بيقدر يعني عموما يعني. بيقدر، لا شغل كويس و100 تمام. انت احلى وش رسمته كان ايه؟ كان محمد منير. محمد منير جه هنا عدى هنا؟ لا انت رسمته من لا برسمه صوره بس، اجمل وش قاعد قابل واحد وواحده وبرسمهم. هم بيقعدوا هنا بقى بياخدوا وقت قد ايه؟
ده بالفحم مش بياخد كده؟ ساعه البورتريه مني، بياخد ساعه. ساعة. الأجانب بتقعد قدامك وتترسم؟ في فري هاند عادي، وفي بورتريه بيديني صوره على موبايل وانا اشتغلها عادي مش مشكله. واليومين دول الحال ماشي كويس؟ لا مش زي الاول، كان الاول 100 100 بصراحه. طب نعمل ايه علشان الحال يبقى كويس؟ وصل صوتك كده وقول عايز ايه عشان الناس تيجي وشرم الشيخ ترجع. المفروض يبقى في ناس فاهمه في السياحه هي اللي تشتغل صح، اما دلوقتي ما فيش حد فاهم في السياحه، اللي شغالين مش فاهمين في السياحه اساسا. يعملوا ايه؟ طب ما انتوا كمان مش بتساعدوهم لما انت تيجي الاجنبي هنا؟ المفروض اللي يمسك موضوع السياحه ده خالص واحد يكون من شرم، لان هو عارف الحياه مش ازاي والدنيا مش ازاي، يعرف يسوق، يعرف يعمل تسويق للحاجه. احنا هنوصل صوتك للمسؤولين ونقول لهم ان لازم يبقى في واحد مسؤول عن تنشيط السياحه يكون من قلب شرم. أيوة. مش قاعد على مكتب مش على المكتب كده، يكون هو مطحون في السياحه وعارف الليله مش ازاي، عارف الدنيا بايظه. الدنيا مش ازاي. يلا كمل رسمك. دي ادواتك بس؟ علبه فحم، قدرة فحم وقلم الفحم والقطن وعادي يعني. الصوره دي بكام؟ على حسب. خايف من الضرايب؟ الفلوس خالص، لا والله ما فيش ضرائب. بشكرك، كل سنه وانت طيب. انت طيب. السلام عليكم. لسه للمهرجان بقيه، انتظروني في الحلقه الجايه.